على اون. مرحبا بكم في ألاون لمعرض الصحافة إي ساخر. عندي 3 أيام مرتاح من الخوضات نتاع التأسيسي والحكومة والمعارضة والنهضة ونداء تونس ومشتقاتهم. نرجع اليوم نلقى الناس الكل خايضة على قانون العزل السياسي ولا قانون تحصين الثورة كما سماوها الجماعة. ومسكينة هك الثورة قداش هزت ثيران على ظهرها. وماكم تعرفوا هذا أكثر موضوع نفد منه، لأني نعتبر أنه الدساترة أو التجمعيين والخوانجية أو النهضويين إخوة بالرضاعة. علاقتهم الزوز بالثورة بالضبط كما علاقة شقنوس الأغنية العربية فضل شاكر بالسلفية الجهادية. أي نعرف اللي هو ولا سلفي جهادي. حتى الخوانجية ولاو يحبوا يحميوا الثورة والدساترة ولاو يدافعوا عليها. ماني قلت لكم زمن المسخ. لذا مثلا كان تاخذوا الصريح تقرأوا الأزهر العكرمي في حوار صريح مع الصريح: النهضة تخوض حربا لشيطنة نداء تونس. تقرأ التونسية تلقى الطيب بكوش للتونسية: لا مشكلة لنا مع النهضة إذا رابطات حماية الثورة خطر على السلم والأمن، الإقصاء الجماعي ممارسة عنصرية. تقرأ كيك تقول كلات بعضها وربي قدر الخير. بعد تحل الشروق تلقى فوزي اللومي للشروق: تونس في حاجة إلى توافق تاريخي بين الدساترة والإسلاميين. أيوة جينا هاشي. ملا هاني باش نقول لكم من تو راهو هالتوافق التاريخي ماشي باز باش يجي نهار ويتعمل. احب من احب وكرخ من كرخ قال الاخر، لانه الزوز باش يجيبوا سكور قوي في الانتخابات ومش باش ينجموا يقصيوا بعضهم. اما في انتظار ذلك القانون العنوان اللي عجبني برشا في الشروق هو: مشروع قانون تحسين الثورة، اهداف ثورية ام انتخابية. نداء تونس والمبادرة والجمهوري: القانون سيدخل البلاد في مأزق. لا بون الاكثر باش دخلكم انتم في مأزق البلاد الله اعلم، هكاك ما نعرفش. حسيلو المهم في انتظار ذلك باش يقعدوا يكرتشوا لبعضهم لو ماكسيموم، والشعب اللي مازال ما تمش التغرير به من احد الطرفين يتفرج ويقول: يا اخي اشرح لي انا. اي نعم خويا اشرح لك انتي، فخار يكسر بعضه يا راجل. عليه بالك الدساترة كانوا محققين الامن بالحب المتبادل بين افراد الشعب، ما هو بالقمع والظلم والدولة البوليسية. وبالك الخوانجية حسنوا حاجة ولا صلحوا حاجة بالشرعية والثورجية، ما هو باقي الجعالة والخمج والمحسوبية. اتفرج خويا في الشروق اشنو نلقاو. الشروق يا سيدي لا ماهيش الشروق، ظهري عملتها مرة أخرى أنا في الغد في الجاي. أي لا في الشروق. الشروق قالتلك: أثارت موجة من التساؤلات زوجة وزير العدل تزور سامي الفهري في سجنه. أيواه، يقول القائل: مرت وزير العدل تزور في سامي الفهري ما ولا باس. يا أخي سامي الفهري وزير العدل، خاطر نورمالمون في الحبس ما تزوروا كان مرته ولا أمه ولا أخته، أقاربه من الدرجة الأولى حسيله، ولا المحامي متاعه بالطبيعة. ونقولوا له لا، مرت وزير العدل محامية ورئيسة جمعية السجناء السياسيين. يقول اي وبر الويه مشيت له. يا اخي سجين سياسي هو شنية تهمته؟ التآمر لقلبسة نظام الحكم؟ وقتها خويا نقول لك برا شوف الصباح الأسبوعي اللي كاتبة محامية سامي الفهري: هذا ما دار بين الأستاذة العكرمي ومنوبي في السجن. وحاول خويا تفسر لي بأي حق مرت وزير تمشي المواطن موقوف في الحبس مهما كانت عمايله باش تقول له راهي ماهيش عجبتني برامج القناة متاعك ياسر مارقة في الحكومة. وهذاك حالنا بعد ما نحينا النظام البائد نتاع الطرابلسية وبن علي وليلى. نحينا ليلى وعدك بنا يولي عنا 1000 ليلة وليلى. قال له تحسين الثورة اذهب. وما غير ما نطيحوا نفرطوا في دوسي وعمايل الكوبل هذا من اللي شدوا الحكم. وشوف هاك الخطاب عادة اللي روجوا فيه جماعتهم في الحكومة. في جريدة التونسية نقراو: خليل الزاوية نقطتين كلام شيبوب صفعة للثوار. قناة التونسية أمريكية وكاكتوس شركة مناولة. باهي يا خويا الله يبارك، عملونا كيد شارج للإعلام وهيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري خليونا يتلهيوا بالأمور هذية. وماذا بيا نفهم حاجة أخرى، توا كي فما بعض القنوات هاي أمريكية وشركة مناولة ومرتبطة بالنظام وطرابلسية، أش بيكم نهار كامل مدين وجوهكم فيها؟ فسروها لي الحكاية هذه، على خاطر قاعدين جماعة قاعدين يتعاملوا مع الإعلام من منطق لا نحبك لا نصبر عليك، انت زلومه ونظام بائد وفاسد وسترابلسي وبن علي وليلى ودرا شنيا، اما كل ما يعيطوا لهم يمشيوا لهم يجريوا ويمدوا وجوههم ويحطوا على ساق ويبداو يكشخوا هكاك. والسيد هذايا نلقاوه في جريده اخرى قايل انه النهضه
هي المنافس الوحيد للتكتل في الانتخابات القادمة. لا مازالوا لوين يترشح الانتخابات القادمة يا خويا. ها باش نعاود نقولها لكم مرة أخرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خويا يترشحش في الانتخابات الجاية حزب يسمي روحه حزب رب الساية، راهو باش يجيب أكثر من التكتل، لذا اتهناو وتمانوا من الحكاية هذية ولا تقلقوا حسيلوا حتى دقيقة. باهي توا يقول القائل في الخضم هذايا الكل معناها فماشي معارضة في البلاد، فماشي ناس قاعدة هكا حتى بالكذب حسيلو تعمل في شوية معارضة هكايا، فماشي ما تعمل شوية اكيليبر. في لابخيس نقراو LTDH REMDH FIDH ALT لا فيولونس بوليتيك، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرابطة الجامعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا REMDH بصراحة هذا نسيت اسمها، ماذا فيها DH من الآخر تابع حقوق الإنسان زاد. قالوا كفانا من العنف السياسي، باهي هذا مجتمع مدني قال يزم العنف السياسي. المعارضة اش عملت؟ المعارضة خويا عاملة مظاهرة قال لك نحن ضد العنف، نحن ما نحبوش العنف، يعني جماعة يفشخوا فيهم ويقولوا نحن لا ضد انهم يفشخونا. وهذاك شنو عملوا؟ بعد ما عملوا لنا خوضة ب3 شهور على الشرعية ونهاية الشرعية والشرعية، صار 23 أكتوبر لا عملوا شيء في الشرعية وقعدت الأمور على ما هي عليه كأنه ما تبدل حتى شيء. وبالنسبة للعنف ياكلوا في الضرب ويقولوا نحن ضد العنف، ورد الفعل الحقيقي ما زلنا نستناو فيه. يعني بعد ما وقت بن علي كنا نشكيو من المعارضة الكرتونية، توا ظهر لي باش ترسينا نعانيو في المعارضة الكريوكية. على اون مرحبا بكم في على اون، لمعرض الصحافة على اون.